دايما بنسمع ان السوردو علشان يطلع ناجح محتاج دقيق مخصوص بيبقى مستورد، وده بتبقى تكلفته عالية شوية على بعض الناس، وكمان مش متاح للجميع. بس الحقيقة ان السوردو ده مش مجرد ماركة دقيق، ولكنه فن وتعامل. النهاردة عملت لكم رغيف احترافي بدقيق السوبر ماركت العادي. هقولك ازاي تتعاملي مع الدقيق ده وتطلعي منه احلى اوبن كرامب وقشرة مقرمشة. البداية دايما يا جماعة بتبدأ من هنا، من الخميرة الطبيعية النشطة جدا. علشان تطلعي نتيجة احترافية بدقيق عادي لازم خميرتك تكون في قمة نشاطها. شايفين الفقاعات دي؟ ده معناه ان الخميرة ناجحة وجاهزة لانها تحول اي دقيق لقطعة فنية حرفيا. انا استخدمت النوع ده من الدقيق، وده دقيق عادي متعدد الاغراض، استخراج 72%. نسبة البروتين فيه كانت عالية حوالي 13.5%. وطبعا البروتين ده هو اللي بيبني الجلوتين اللي بيحبس الهواء ويخلي الرغيف ينفخ معاكي جوه الفرن. ودلوقتي هنبدا الوصفه بتاعتنا، واول حاجه ناخد بالنا منها بما اننا مستخدمين دي هو مش مخصص للسوردو، هي نسبه الترطيب. المفروض بنبدا بنسبه ترطيب قليله ما بين 60 ل 65% علشان العجينه ما تسحش معانا. نزلت بالميه ونزلت كمان بالخميره، والكاميرا فصلت فشوط الدقيق ما تصورش. نزلت انا كمان بكيلو دقيق، لان انا هعمل رغيفين. هكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف، تقدروا تاخدوها سكرين شوت. وانا بوريكم ان انا استخدمت النوع ده من الدقيق واستخدمت منه كيلو. يا دوب كده مزجت الخميره مع الميه ونزلت بكيلو الدقيق وما عجنتش خالص، يعني يا دوب كده بخلط كده بالاداه دي. بعد كده بستخدم ايدي في العجن، وانا مش مطلوب مني في المرحله دي ان انا اعجن واخدم العجينه والحركات دي. لا، انا يا دوب بس بدخل يعني الدقيق في الميه. تمام، يعني ما يكونش عندي اي دقيق كده ظاهر، يبقى بدخله كده وخلاص. بسيب العجينه ترتاح حوالي 30 دقيقه، والبقى الجلوتين بيبتدي يتطور لوحده في المرحله دي قبل ما اضيف الملح. طبعا احنا مش بنضيف الملح من الاول علشان بندي وقت للخميره انها تشتغل، لان الملح طبعا من الحاجات اللي بتعوق عمل الخميره. فبغطي العجينه لمده 30 دقيقه، وبعد كده برجع لها تاني بضيف الملح. بعد مرور 30 دقيقة العجينة طبعا بتكون ارتاحت خالص معايا، والجلوتين اتكون طبعا نوعا ما. هو لسه ما تكونش يعني بشكل قوي، لسه هنعمل طي وفرد وهنعمل حركات كده نقوي بيها العجينة، ولكن زي ما انتم شايفين كده هو يعني اتكون بشكل مبدئي. لما بعمل الويندو تيست كده يعني يا دوب كده ايه الشبكه ضعيفه شويه، بس تكون بدون اي عجن بدون اي حاجه. دلوقتي هضيف 20 جرام من الملح، وهنزل عليه بشويه ميه. انا كنت حيشاهم اصلا بنسبه الترطيب الاصليه علشان ندوب فيهم الملح. برش شويه ميه كده وببتدي ادخل الملح بايديا. خلي بالك الخطوه دي مهمه جدا جدا، تاكدي تماما ان الملح داب تماما في العجينه وتوزع بشكل كويس. يعني هتعجني في المرحله دي مده ما تقلش عن 5 دقائق لحد لما العجينه تبقى معاكي بالشكل ده. وبما اننا برضو مستخدمين دي هو مش مخصص للسوردو، فهنبتدي بقى نعمل شويه حركات نقوي من شبكه الجلوتين علشان العجينه برضو ما تسيحش معانا. كل ده احنا يعني بنتعامل مع العجينه علشان الدقيق هنا مختلف او هو مش مخصص للسوردو. بتبداي تعملي الحركه دي بشكل متكرر. تمام، بتكرري الحكايه دي لحد لما العجينه تنعم معاكي بشكل مبدئي. بتجيبي بوله نظيفه بتحطي فيها العجينه بتاعتك، وهنسيبها ترتاح برضو 30 دقيقه. قبل ما نسيبها ترتاح بناخد في المرحله دي حته كده من العجينه نحطها في كوبايه كده، يكون تكون مستطيله او ضيقه من تحت. بنعلم كده باستك او باي حاجه علشان نعرف مستوى الاختمار، لان انت مش هتعرفي مستوى او مش هتقدري تعرفي او تحكمي على العجينه خمرت او لا، بالذات لو كنتي مبتدئه. تمام، فبنعمل الاختبار دوت علشان نقدر نحكم على العجينه هي خمرت ولا لا. بنغطي العجينه وبنسيب الكوبايه في نفس ظروف العجينه، يعني ما ناخدش الكوبايه دي نحطها في حته والعجينه في حته، لا، بيبقوا جنب بعض علشان يخمروا مع بعض في نفس الظروف. بنغطي العجينه وبنسيبها. بعد 30 دقيقه بنبتدي نشتغل فيها. هنا بعد ما مر على العجينه 30 دقيقه بنبتدي نعمل الكويل فولد. الكويل فولد اللي هو الحركه اللي انت شايفاها دي. بمسك طرف العجينه كده وبرفعه وببتدي الفه. بعمل الحكايه دي على الاطراف الاربعه بتوع العجينه. طبعا وانتوا شغالين في العجينه بتلاحظوا ان العجينه بتختلف، كل ما الوقت يعدي العجينه بتنعم
وبتبقى مطاطيه اكتر ومش بتلزق في البوله اكتر. هنغطيها ونسيبها كمان 30 دقيقه ونرجع ليها تاني. بعد ما مر 30 دقيقه هبتدي بقى ابل ايدي واعمل تاني كويل فولد او الكويل فولد تاني مره. طبعا بصوا العجينه اختلفت خالص، اختلفت تماما وابتدت تخمر او ابتدى يطلع فيه فقاعات كده من فوق، والعجينه بتبقى مطاطيه وناعمه ناعمه ناعمه جدا، وانتوا هتحسوا بيها وانتوا ماسكين العجينه في ايديكم. بنبتدي برضو نغطيها ونسيبها 30 دقيقه ترتاح لحد لما نعمل تالت كويل فولد او اخر مره نعمل فيها الكويل فولد. هنا بعد مرور 30 دقيقه هبتدي اعمل تالت كويل فولد معايا. تمام. انا عايزه اقول لكم يا جماعه كل ما زودنا الكويل فولد كل ما كان احسن، كل ما العجينه بقت اقوى. يعني ممكن نعمل 4 مرات كويل فولد او 5 على فترات متقاربه، على كل ربع ساعه او كل تلت ساعه. انت قسمي الوقت زي ما تحبي. يعني انا عملت 3 كويل فولد وحاسه ان العجينه تمام زي ما انت شايفه كده، ابتدت تخمر وابتدى يطلع ليها فقاعات. هغطيها وهسيبها تخمر الاختمار الاولاني اللي هو بنقول عليه البالك فيرمنتيشن. تمام. انا اخدت معايا ساعتين وخمرت. علامات التخمير بقى وعلامات ان العجينه تبقى معايا خمرانه وجاهزه للتشكيل او مرحله ما قبل التشكيل. بصي العجينه كده لما تهزيها تتهز وهتبصي تلاقيها مليانه فقاعات. تمام. وهتبصي في الكوبايه او العينه اللي انت عملتيها، العجينه لازم ترتفع حوالي تلت الكميه الاصليه، مش يعني تتضاعف، لا تلت الكميه الاصليه. كده خلاص ابتدي انهي التخمير المبدئي وابتدي اشكل العجينه بتاعتي، انزل بيها على الرخامه وببتدي كده اقسمها علشان انا هعمل رغيفين. بلي السكرابر بتاعك بشويه ميه علشان ما يلزقش في العجينه، وابداي قسمي العجينه لاتنين. حاجه مهمه برضو في المرحله دي وانت بتشتغلي على الرخامه او السطح اللي بتشتغلي عليه، برضو بتبليه بشويه ميه او بترشي عليه بخه ميه علشان العجينه ما تلزقش فيه. وبتبتدي تعملي مرحله ما قبل التشكيل بالشكل اللي انت شايفاه دوت. بتكوري العجينه ما بين ايديكي، بتكوري وتسحبي عليكي، تكوري وتسحبي عليكي. تمام. الحركه دي بتقوي سطح الرغيف علشان هو ده السطح اللي بعدين هيتمدد في الفرن ويحبس الغازات جواه ويخلي العيش معاكي يرفع. فلازم السطح ده يبقى قوي كفايه او مشدود كفايه. يعني التشكيل بيبقى مهم جدا في ارتفاع الرغيف في الفرن. يعني بتقوي العجينه في المرحله دي، وفي التشكيل برضو بتشكلي بشكل محكم. بسيبه كده حوالي تلت ساعه يرتاح وبعد كده هبتدي اشكله. بعد مرور تلت ساعة جبت السلات بتاعتي وهبتدي كده أوسع لنفسي على الرخامة. برش فوق الرغيف شوية من الدقيق وببتدي أمسك الرغيف بالسكرابر وببتدي أقلبه. في المرحلة دي بستعين بالدقيق مش بالمية يا جماعة. برش السطح دقيق وببتدي أقلب الرغيف وببتدي أشكل بالمنظر اللي انت هتشوفيه معايا دلوقتي. عايزة أقول لكم التشكيل مهم جدا للرغيف وارتفاعه في الفرن. شكل ارتفاعه في الفرن، التشكيل بتاعك لازم يبقى محكم. ببتدي كده افرد الرغيف واطبقه على بعضه كده. تمام. وفي المرحله دي برضو ما تضغطيش وتخرجي الهواء منه. يعني ايدك تبقى خفيفه واستخدمي بس صوابعك، ما تضغطيش بكفه ايدك، يا دوب بصوابعك بس. تمام. بتلفي الرغيف كده وبتقفلي الجنبين وبترشي السله بتاعت التخمير بشويه دقيق كده، وبتبداي تاخدي الرغيف بتاعك وتنزلي بيه في سله التخمير وبتشكلي الرغيف التاني بنفس الطريقه. حاجة أخيرة بنعملها قبل ما ندخل الرغيف التلاجة، بعمل الحركة دي علشان برضو أشد سطح الرغيف من تحت وبقفل عليه كويس من تحت، بقفل أطرافه كويس جدا. بنكرر نفس الحركة مع الرغيف التاني ونبتدي نغطي العيش بتاعنا بشاور كاب أو بكيس بلاستيك تمهيدا بقى لمرحلة التخمير الطويل في التلاجة واللي بتدينا النكهة والطعم بقى والحلاوة وكل حاجة. هنا بعد مرور 18 ساعة معاكي من 18 ساعة لحد 24 ساعة اختمار في التلاجة. هنبتدي بقى نخبز العيش بتاعنا. انا مشغله الفرن بتاعي بقاله ساعه شغال على اعلى حراره، وانا النهارده هخبز بتكنيك الاوبن بيك او بالخبز المفتوح. يعني مش هستخدم حله زهر، انا هخبز على بلاطه حراري عادي. تمام. ببتدي ارش العيش بالدقيق وده يعني حركه اختياريه، حابه تعمليها اعمليها او حابه ما ترشيش خلاص. بسوي كده الدقيق
وبجيب بقى شفرة تكون حادة او موس يكون حاد عندي، وابتدي اعمل سكورنج للرغيف بتاعي. بصي لما تعملي سكورنج امشي بالموس بتاعك على طول مره واحده، ما تروحيش وتيجي في العجينه، لا مره واحده، والموس يكون مايل بزاويه 45. طبعا التخمير في التلاجة بيخلي السكورنج سهل شويه. طبعا ببتدي كده في الفرن انزل بمكعبات تلج، ودي بتبقى مصدر للبخار معايا في اول تلت ساعه، وبنزل بالعيش بتاعي وبقفل الفرن واظبط التايمر على تلت ساعه. بعد مرور تلت ساعه بفتح الفرن، البخار يتهوى ويخرج بره، وبديله كمان تلت ساعه وبيخرج معايا بالشكل اللي انت شايفاه دوت. يعني النتيجه ابهرتني 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 يا جماعه. تمام، العيش طالع ناجح جدا، اوفن سبرينج يعني عالي جدا زي ما انتم شايفين، قرمشه مش قادره اقول لكم. العيش طالع جميل جدا وبيتحدث عن نفسه. حسنا تطبيقاتكم، التزموا بكل التعليمات اللي انا قلت عليها في الفيديو، واي حد تقابله اي مشكله يكتب لي في كومنت وانا هرد عليه، هرد على الكومنتات كومنت. تمام يا جماعه، واشوفكم ان شاء الله. اتمنى طبعا الوصفه تكون عجبتكم يا رب، وشكل العيش عجبكم. يا ريت تعملوا لي لايك، واشوفكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.